اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. نتمنى تكونوا بالف خير. واليوم جيتكم في حلقه جديده وفيديو جديد من الوصفات الربيعيه والصيفيه اللي غتحتاجوها. معكم سناء كناني. هنايا غادي نقدم لكم فخيضات بواحد لاصوص مع لا بيغي اللي وجدناها في الترموميكس. احسن بيغي انا كتعجبني شخصيا هي ديال الترموميكس، كتجي بحال اللي كتاكلوها في المطاعم الكبرى. المهم هنايا غادي نبقاو باش نوجدوا هاد الفخيضات اللي كيجيو لذاذ بواحد الصوص اللي هي سهله وكتجي لذيذه. شوفوا لي الدجاج كيفاش داير، كيجي فتي بزاف وسهل. تقدروا نتوما ديروا الفخيضات كما تقدروا ديروا الطريفات اللي بغيتوا. هنايا انا خديت هكا هاد الركيبات، غسلتهم مزيان، فركتهم، سقطرتهم وشديتهم، بقيت كنفلحهم. الا كانوا عندكم ركيبات هكا صغار كديروا لهم جوج تفليحات، الا كانوا كبار غادي ديروا ثلاثه تفليحات باش كنفلحوهم باش كتدخل ليهم ديك الصوص، كتخليهم مزيان. صافي كنكملهم. انا خديت هنايا القياس ديال كيلو د الركيبات، وانتم ديروا على حسب عدد الاشخاص اللي موجودين عندكم في البيت. وكما قلت لكم تقدروا ديروا حتى الصدوره، تقدروا على حسب ديروا على حسب المتوفر عندكم. هنايا بعد ما كملت التفلاح ديال الدجاج تنجيب واحد لو بول، كندير فيها هنا معلقه صغيره ديال سكينجبير، الملحه، كندير جوج ضريسات ديال الثومه اللي هما محكوكين، وكنجيب صوص تيرياكي. هاد الصوص هادي اللي كنستعملها في هاد الدجاج هذا. الا ما متوفرش لكم هاد الصوص المره الجايه خليوها لي في التعاليق باش نعطيكم الطريقه ديالها في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله، باش تبقاو توجدوها عندكم في البيت بالنسبه للناس اللي ما لقاوهاش. اما هي تبارك الله راه موجوده في المتاجر التجاريه وموجوده حتى عند العطاره. هنايا كنزيد واحد الكميشه ديال الزنجلان ابيض. الا ما متوفرش لكم البيض ديروا غير العادي، الزنجلان العادي. صافي غادي نخلط هذاك الصوص ديالي مع هذاك الشيء. غادي نجيب دوك الركيبات وغادي نشرملهم، خاصهم يتشرملوا مزيان، ودوك التفليحات وداك الشيء تدخل فيهم ديك الصوص. واحسن حاجه هي ديروا هاد الركيبات هادو هكا مثلا واحد الساعه قبل، ولا تقدروا ديروهم حتى ليله كامله وتقدروا توجدوهم كاع وديروهم في المجمد، والساعه اللي تبغيوهم غير تجبدوا تدخلوهم يطيبوا. يعني لكم حريه الاختيار، ديروا ليهم كما بغيتوا. انا مثلا هنايا درتهم ليله قبل، ليله كامله، درتهم هكا في الليل. صافي الصباح جاوني ساهلين باش نصيفط لوليداتي ليكول الماكله ديالهم، جاوني ساهلين. درتهم هنايا غير في الاير فراير صافي باش استفتهم فيها شويه ديال الزيت، وكنغطي عليهم وكندخلهم. كيدخلوا كندير لهم في الاير فراير 45 دقيقه. هذا هو القياس اللي درت لهم ديال الطياب، ولكن كل 15 دقيقه كنجبدهم من الاير فراير. هنايا هذيك الصوص اللي بقات لي انا احتفظت بها باش منين غادي نخرجهم كل 15 دقيقه غادي ندهنهم بها. هنايا غادي ندير لا بيغي في الترموميكس، حيت انا كما قلت لكم في الاول كتعجبني لا بيغي ديال الترموميكس، كتجيني كريميه وسهله. وحيت عندي الترموميكس علاش لا ما نطيب فيه وينقص عليا حتى هو قوه الماعن، قوه جبد الكاسرونه، جبد المقله، جبد هاد لا غوسيت هادي راه كاينه في كوكيدو يعني انتيغري. كنديريه هكا كيلو د البطاطا مع الملحه مع 350 غرام ديال الحليب. هاد لا بيغي هادي كطيب في الحليب صافي، وكنخليها كطيب. صافي انا درتها كطيب، الدجاج ديالي درتو كيطيب، وغادي نمشي انا نقضي شغالاتي الاخرين. كما شفتوا حتى هي 35 دقيقه، يعني ما بيجي يطيب الدجاج وهذا لا بيغي غيطيبوا في نفس الوقت. هنايا انا كنت غطيت الدجاج ديالي، انا حيدت له دابا الغطا، وغادي نجيب داك لاصوص اللي خليت في الزلافه وغنبقى ندير لها بحال هكا بالبانسو باش كتجيني كيجيني داك الدجاج لذيذ، كيجيني فيه لا بغيونس، وكيجي حتى المذاق ولا اروع. صافي كندير له بحال هاد القضيه هادي كنديروها له جوج مرات صافي، وكيتحمر وكنخرجو من الفران بعد من الاير فراير. بعد ما خرجته بعد ما طاب ليا الدجاج، لا بيغي ديالي حتى هي طابت في الترموميكس. شوفوا الشكل ديالها والقوام ديالها كي كيجي. انا فضلت انني نرافق هاد الدجاج هذا بلا بيغي حيت كيتواتى معاها وكيجي معاها رائع. صافي حطيته بحال هكا، كيجي لا الشكل ولا المذاق رائع بزاف. بقات لي شويه ديك لاصوص اللي خليت قبيله، يعني بقات لي شاط ليا، كنديرها بحال هكا باش كتعطيني داك اللمعان فوق دوك الركيبات ديال الدجاج. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمنى انه يعجبكم، وتخليوا لي في التعاليق الى عجبكم الطبق باش وعجبكم بحال هاد الوصفات نبقى نشاركهم معكم. وصفات اللي سهله وخفيفه وكتجي بنينه، صدقوني غادي تجربوا وغتحكموا غيعجبكم بزاف بزاف. لا بيغي سهله، الناس اللي كيديروها عاديه، والناس اللي عندهم في الترموميكس يطيبوها في الترموميكس.
ها هي انا حطيت هنايا، ها هي لا بيغي تبارك الله كتعطي الخير. والى يعني حتى الشكل ديالها كيجي زوين. والى الحلقه الجايه ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، ومرحبا بكم مره اخرى في قناتي.